السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول مشكلتنا مع الفقهاء. هذه المشكلة الأزلية والتي لا بد أن تنتهي. السادة الفقهاء يتصورون أن عقول السلف هي أفضل العقول، وأن إيمان السلف هو أفضل الإيمان، وأن إدراك السلف هو أعظم الإدراك. وهذه مصيبة كبرى، إذ إنه ما في أيدي السادة الفقهاء من الكتب لا يعدو إلا أن يكون صورة من صور الشخابيط، ناس بتشخبط، سواء كان بقى فقه الأئمة الأربعة أو أي فقه كان. لابد أن نعلم هذا. فأجيالنا الحاضرة المتحضرة تفهم وتعلم أكثر من الأئمة الأربعة، وأكثر من الصحابة، وأكثر من التابعين ومن تابع التابعين. يمكن هذا الكلام يكون جديد، إنما أنا معلش مهمتي في الحياة أن أضع النقاط على الحروف وفقا لثقافتي ولإدراكي ولحضارتي التي أعيشها. فللأسف السادة الفقهاء بيؤمنوا عاطل في باطل بكل ما جاء به السلف. يعني السلف قال بقتل المرتد وقتل تارك الصلاة وقتل الزنا وقتل شاتم الرسول حتى وإن تاب وقتل الزنديق بلا توبة وقتل. الكلام ده لا يصلح، وللأسف إن الدواعش بتنفذه النهاردة سنة 2023 ميلادية. ليه؟ لأنه فاهمين إن ده الإسلام. ده مش الإسلام خالص، ده تشويه لدين الإسلام. ليه؟ زي إيه برضو؟ زي إنك تقول لي ارضاع الكبير، اوعى ترضع الصغير عشان التبني حرام، ورضع الكبير عشان يبقى الكبير ابنك. ده خبل، ده عته. زي إنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما قالش كده أبدا، ما يقولش، لأنه أنزل عليه لا إكراه في الدين، وأنزل عليه ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنزل عليه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا يمكن يقول بقى هو أمرت أن أقاتل الناس وإيه فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، هقتلهم واخد فلوسهم. هذه صور مسفة لما هو موجود في فقه السلف وكتابات السلف وكتب السلف. هل صحيح ان المعوذتين اللي يقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس الموجودة في القرآن ليستا من القرآن؟ ابن مسعود قال كده في البخاري. هل نصدقه؟ هل نصدق البخاري ان ابن مسعود قال كده؟ هل ينفع هذا؟ برضو حديث بيقول والله ما قال وما خلق الذكر والانثى. امال قال ايه يا سيدي؟ قال لك قال وما الذكر والانثى. يعني ما فيش كلمة خلق؟ ما فيش. يعني ايضا يعني التراث بتاعكم ده بيعبث بالقرآن الكريم وبيعادي القرآن الكريم، يعبث ويعادي الاثنين. لانه انا عقلي اعلى من عقل بقى ايه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابو داود واحمد بن حنبل، اصحاب كتب الصحاح الستة والنسائي، اصحاب كتب الصحاح الستة. ما فيش عقل خالص. اذا ما تجبروناش، والا نبقى ايه؟ نبقى بنزدري الدين ونبقى كفار ولازم نخش السجن، ومش كده ولا ايه؟ ما واحدة من الاثنين، اما انه الرسول عليه السلام كان رسول امين نزل برسالة امينة وانزلها في القرآن، وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يا اما انه
ده في مفرط في الكتاب اشياء، وفي ايات غلط، والسنه احسن منه، السنه بتعدل عليه. دي مصيبه كبيره. احنا معلش، انا مش معنى كده ان انا بقول لك ما تاخدش بالسنه، خد بالسنه، لكن انهي سنه؟ السنه التي تتوائم مع كتاب الله، زي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. ادي من السنه، تتوائم مع كتاب الله ولا ما تتوائمش؟ لانه ربنا قال وبالوالدين احسانا، مش كده؟ يبقى اذا، وقال طبعا حاجه تانية كتير. يبقى اذا احنا عايزين نوحد المقامات زي استاذ الحساب ما بيقول لنا. مقام السنه مع مقام القران يتم توحيدهم، انما ما ينفعش نخرف ونقول كمان انه مدونات السنه تنسخ وتطمس وتلغي احكام القران. الفقهاء قالوا كده، الشيخ محمد حسان قال كده، قال وحزق الائمه ان القران ينسخ بالسنه، يعني يلغى بالسنه. امال ايه؟ وادى مثل على كده، قال حديث لا وصيه لوارث، بينما في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن في خلاف بين القرآن والسنة، يبقى لازم المشايخ ما تجبرناش إن احنا نبقى لازم سنيين. اوعوا تكونوا فاكرين إن احنا هيبقى يعني من الجماعة التانيين الشيعة. لا، مش لا هبقى شيعي ولا هبقى سني ولا هبقى قرآني كمان، لا دي ولا دي ولا دي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. القرآني فرحان بقرآنيته، والسني فرحان بسنيته، والشيعي فرحان بالشيعة. يعني احنا محتاجين نعيد ونجدد العهد مع الله، انه ديننا ما يبقاش فيه تناقض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولعلكم تتوبون. شكرا يا اخوان.